من حتة تانية. أنا قد أكون اتعودت على تجرع الآلام، لذلك بقيت أشعر إن الحياة لا تستقيم بهذا الشأن. لو الحياة اتغيرت فهي مش مستقيمة، في حاجة غلط. تعالى بقى نرجع خطوة كمان ورا، نبص على الفكرة بتاعتها. أنت النهاردة بتعمل إيه؟ أفكارك فيها إيه؟ راسم لحياتك رسمة شكلها إيه؟ هو ده سؤال، هو ده سؤال أنا محتاج تفكر فيه النهاردة. لو انت حاسس انه انا النهارده بيس والامور تمام وانا عجباني اوي، على سبيل المثال الفيديوهات القصيره وقاعدين نسكرول وبتاع ومش عارف ايه، ودماغك حاسه ان هي بتتملي وهي في الاخر ما اتملتش كويس. خد بالك يا فندم، كتره وضع الميه في الكوبايات حلو ما بتغذيش ازاز الكوبايه. نقول تاني، وضع الميه في الكوبايه مهما انعاشت سنين في الكوبايه ما بتغيرش في ازاز الكوبايه. ليه؟ هم، فكر فيها كده. ليه؟ ده ليه اللي بقول لك عليه ده منطقي وصحيح 100%. لأنه ببساطة الإزاز